في أعماق السافن الإفريقية، حيث تختبئ الحياة خلف كل شجرة وكل ظل، يظهر الملك. خطواته واثقة، عيونه لا ترمش، أنفاسه هادئة لكنها محملة بالعزم. يراقب فريسته بصبر القناص، لا يتعجل، فهو يعلم أن اللحظة المناسبة ستأتي. وفجأة، وبدون إنذار، ينقض. كالصاعقة، يتحول الصمت إلى فوضى، ارتباك، صرخات، تراب يتطاير، والقوة تنفجر من بين أنيابه ومخالبه. في لحظات تنتهي المطاردة، ويبدأ مشهد الهيمنة. هذه ليست قسوة، إنها الطبيعة. وهنا لا ينجو إلا من يتقن البقاء. الأسد لا يقتل لمجرد القتل، بل لأنه ولد ليحكم، ولد ليبق، ولد ليكون ملك الغابة. وها نحن الآن نشهد عرضاً من أعظم عروض الحياة البرية.